فانا شايف عامه ان العيله بتديك ثقه اكبر من اللي انت فيها قوي بصراحه. وبعدين انت بتدخل بقى تقول لهم، يعني انا جيت في اول سنتين انا قلت لهم انا كاره هندسه ومش قادر اكمل ومش عارف ايه. عايز تدخل ايه؟ قلت له انا عايز ادرس اخراج، خلص وتاخد كورس اخراج. طب انا عايز ادرس بيزنس، خلص وتاخد كورس بيزنس. طب كمبيوتر ساينس، ادخل على اليوتيوب. طب اعمل اي حاجه بره الكليه، يعني انا ايوه عايز اروح العب سباحه. بعد الكليه هتلعب سباحه، اي بعد الكليه. ايوه، اي حاجه انت عايزها بيقول لك هوبي، خليها هوبي. اه هوبي. it's just a hobby. اصل انت مهندس، انت في أيوة. اصعب كليه في مصر. انا مش شايفها اصعب كليه في مصر. انا شايفها اصعب كليه في مصر. انا شايف الكليه صعبه، بس انا ما اقدرش استحمل اللي طب بيستحمله. ان انا كل يوم ابقى مطلوب مني احفظ مش عارف 2000 ورقه او حاجات زي كده، ما اقدرش. معاك. معاك يعني بصراحه بتوع طب، علاج طبيعي، اسنان، الناس دي كلها بتحفظ كميه حاجات. انا بشوف الكتب مثلا، لا الكتب كبيره قوي. انت امم اصلا ما بتراجعش، ما انت بتعملش مراجعه. انت يا دوبك تسمع كلمتين من الدكتور على الملخص البنت الدحيح اللي قاعده جنبك، خلاص خلصت الدنيا. هما مستحيل الكلام ده. بس انا شايف ان هندسه هي اهم كليه. مش حوار اصعب كليه، هي اهم كليه. لو بتبص لها من ناحيه بروبلم سولفنج والكلام ده وكده يعني. بروبلم سولفنج، وبرضه مثلا الدكاتره يقول لك اصل انا لو غلطت في بني ادم هيموت. خد بالك بتاع مدني لو غلط في عماره، العماره دي 10 ادوار، كل اسره كل دور فيه شقتين، كل اسره مثلا كل شقه فيها اسره مكونه من 3 افراد، هيموتوا. فاهمني؟ الدكتور، الكلام ده يزعل بتوع طب عامه، عشان أنا كنت لسه داخل في نقاش ده مع واحد صاحبي. كان بيقول لي مثلا إن الدكتور بيقدر يعمل كل حاجه. قلت له انت مش هتقدر تعمل اي حاجه من غير الماتيريال اللي المهندس يعملها لك. المشرط امم المهندس يعمله لك، الجهاز بتاع قياس القلب المهندس بيعمله لك، جهاز الضغط، الطرق اللي انت بتروح عليها المستشفى انا اللي بعملها لك، المستشفى انا اللي ببنيها لك. الكلام ده انا حاسه هيضايق المهندس لما شويه. بيتعب بيروح لمين؟ الدكتور لما بيتسجن بيروح لمين؟ للمحامي. يعني هي كلها مرتبطه ببعض. وده حقوق يعني. يعني fair enough. بس في الاخر كلنا فعلا بنروح لبتاع حقوق. يعني انت تبقى غلطت وقعت مره تروح لبتاع حقوق، ابوس ايدك طلعني، الدكتور قتل واحد روح لبتاع حقوق هيطلعك. أيوة. عارف حقوق اللي هو لو حد قريبك دخل حقوق بتبص له كده، اه ايه ده، لا. إنت لقد ازاي؟ رسبت في بعض المواد بينما نجح صديقي فيها. اه. الان صديقي يعمل في مايكروسوفت وانا امتلك شركه مايكروسوفت. لا بس ايه اسوأ درجة جبتها في ميد ترم؟ مش في متر. اسوء درجه جبتها في كويز ماشي. داينامكس اوف ريجيد بودي. اوكي. تمام، انا رحت جبت في الكويز الاولاني نيجاتيف 14. يا نهار ابيض. تمام، يعني الدرجات اصلا كانت زيرو وبتاع، انا جبت نيجاتيف 14. فالدكتور لقى ان الدرجات واقعه، فقرر ان هو مثلا يضرب الدرجات كلها في 2. فتخيل اللي جايب زيرو هو ستيل زيرو، اللي جايب نيجاتيف 14 بقى نيجاتيف 28. فانا كنت محتاج ادخل الامتحان الجاي اقفل، وستيل مش هبقى مقفل. فدي كانت اسوأ درجه جبتها في حياتي بكل امانه يعني. هدف رائع لك في مرمانا. شكرا ان انت ضربتها في 2. كتر خيرك. انا انا جبت نيجاتيف 4 قبل كده في كويز داينامكس فلويد بوديز. بس لا، لو بتكلم عن الميد ترم فانا اسوأ درجة جبتها. خلي بالك انا يعني الحمد لله ربنا ستر معايا في الميد ترمات عامة. اقدر اقول اسوأ درجة جبتها كانت 6. 26. اه ما والله. شاء الله انت دحيح جدا. بجد بجد. هي طبعا انت عارف مواد مين يعني. مواد ماشي. مواد بتدخلها ولد بتطلع راجل. دي حقيقه. مواد بتدخلها حياتك مواد بتتغير. بتدخلها لو ما خرجتش من اول مره مش هتخرج تاني. خلاص بقى ممكن تعيش. مواد احنا كنا معتمدين فيها انه انت وراك نمر. فاكر؟ اصل انا في بدايه معرفتي بحس كنت بقول له مش عارف، كان بيقول لي ندخل مع بعض في جروب تقريبا، فانا قلت له انت لو انت واصحابك بيجروا وراك نمر مش مهم تجري اسرع من النمر، المهم تجري اسرع من صاحبك. راح دخل، يعني هو سابنا، احنا كنا شله اصحاب كده، سابنا كلنا وراح دخل مع دحيح الدفعه كلهم، دخل مع 3 كلهم دحيح الدفعه. فقلت له انا بتكلم معاه على السنه، هو معايا عادي، فبقول له عمر خلاص بقى احنا هنظبط المشروع ومش عارف ايه وبتاع. لقيته بيقول لي لا اصلا انا مع الجروب التاني. بقول له انهي جروب تاني؟ قال لي الجروب. طب واحنا اصلا هنعمل ايه؟ طب ما يعني حط نفسك مكاني. طب يعني ايه انا يعني؟ انا دلوقتي العيال التنانين جم قالوا لي احنا عايزينك معانا. اه. وموحى قال لي ان هو قال خد بالك هم قالوا لي تعالى معانا، انا ماشي. قلت لهم لا، إن- انا ما اسيبش اصحابي لوحدهم. انت كذاب. والله العظيم. حلمي قال لي تعالى معانا ومش عارف، قلت له لا، ما اسيبش. طب معلش انت حلمي ازاي انت حاطه من ناحية الدفعة؟ حلمي ده الماركتنج بتاع جودة. وزي ما احنا شايفين جودة ما فيهاش ماركتنج.
تيم بضيوف بماركتنج بقال الله. فيعني حلمي انت ازاي بس. انا هم جم قالوا لي انت تعالى معانا يا ابني وهنحتويك، وهم فعلا احتووني وعملوا تلات ارباع المشروع هم يعني. ما عملوش ترتيب المشروع، عملوا المشروع كله، وانت كنت لا لا قاعد والله انا في ما تحورش. اقسم بالله في انت حته كنت انا قاعد بس على اللاب تحسين بتاعك اداني بتسطب البرنامج. تحسين اداني اكسل قال لي غير الارقام هيطلع لك نتائج، خدها سكرين شوت، والله عملتها. بعد ما هو عمل لك الفانكشن بتاعت الاكسل كلها، اه بس انت انا لاحظت اللي دخلت الارقام. الارقام، هو كنت شغل متعب شغال عامه، داتا انتري. يعني هو شغل متعب جدا. ايوه انت لو فكرت فيها تلاقيه شغل متعب. دونكي وورك، انا كنت الدونكي. المهم انك كنت بتورك. ايوه. بس فده اسوأ درجة جبتها كانت الست. انا انت مواد نفس الدكتور عامه اسوء درجه جبتها كانت 2 من 20 في المتر ماتريكس. كومبيتيشن. الماده دي انا كنت داخل على الله، كان دي اول ماده الدكتور ده اديها لنا، فانا كنت داخل بقاء لله. ميد ترم كان 2، ساعتها عمل ميك اب، رحت انا جايب فيه تقريبا 8، امم. فكان جميل جدا. وعمل بعديها برزنتيشن، انا اتطردت في البرزنتيشن اصلا، يعني اللي هي كانت ايوه اونلاين. ايوه. انا كنت تالت واحد، فاول واحد اصلا دخل عمل دروب الماده، يعني هو دخل ما لحقش يشرح فين يا جماعه يا باشمهندس رمضان. عمل دروب يا دكتور، لسه عامل دروب حالا. فدخلت قبليه اول ثانيه يعني دخلت قبليه الاولى على الدفعة. الاولى الدفعه، تمام. فطبعا هي اداني البرزنتيشن، ما شاء الله البنت عامله 62 سلايد وعماله تتكلم وجايبه معلومات من اليوتيوب ومش عارف منين ومنين ومنين. وانا اصلا يعني كل اللي انا سمعته اقسم بالله هو فيديو يوتيوب كان 10 دقائق، وعملت عليه حياتي الماده. انا اسست الماده على هو الفيديو اليوتيوب ده بتاع واحد هندي، قلت خلاص كده ده هندي يعني. ايوه. خلاص بقال لله. عملت ده كله، وقعد تناقش الدكتور، كل ما تعدي سلايد الدكتور يمسكها يشلفطها، اللي هو في ايه، ايه ده، ايه ده، ايه الاسئله دي. ايوه. ماسك البنت عمال اسئله اسئله اسئله، بهدلها اسئله. بعد كده قال لها الشغل ده مش عاجبني، اتفضلي اطلعي بره. انا طبعا داخل ب 12 سلايد. السلام عليكم، قلت له اول سلايد اسمي واخر سلايد ثانك يو. قلت له انا اسمي، قال لي ما اخلص ما تريش في اسمك انجز. فبدات قلت له احنا عندنا 1 2 3. فالراجل كان صبور، لان هو جه في اول سلايد قال لي باشمهندس انت بتقول ايه. فانا قلت له ثانيه واحده يا دكتور الكلام هيحلو. فقال لي ماشي، والراجل سكت. قعد طول ما انا بشرح فضلت اشرح في 12 سلايد 10 دقايق، انا عمال باخد وقتي بقى. فالراجل قعد معايا وبتاع وساكت خالص. اول ما خلصت قال لي باشمهندس احمد انت خلصت؟ قلت له ايوه يا دكتور انا خلصت. قال لي اطلع بره. قلت له حاضر. طالع بره. قال لي مش فاكش في الميتنج كله، اطلع بره. انا كنت طالع بره. قاعد في البرزنتيشن دي بترعش. انت متخيل ان انا كان مطلوب مني اجيب ابلكيشن الارتفيشال نيورال نتوركس بتاعت الاي اي، قبل ما الاي اي يتشهر، قبل ما اصلا الفكره دي تبقى الناس كلها عارفاها. artificial neural networks في الاي اي ابلكيشن ليها في الهندسه المدنيه. انا اصلا ما كنتش عارف يعني ايه artificial neural networks. تمام. هو مطلوب مني اجيب لها ابلكيشن في الهندسه المدنيه. قعدت اسيرش، كل اللي لقيته ده وقتها يعني، دلوقتي في حاجات كتير، كل اللي لقيته فيديو واحد هندي كان عامله اكسل هو شيت. نفس الهندي هو تقريبا. تقريبا نفس الهندي كان بيلف علينا. اكسل شيت، تمام. تقريبا بيطلع لك بطريقه كده اوبتمايزيشن، يعني اوبتمايز قطاع الخرسانه والحاجات دي بالاكسل. مم. تمام. ومش عارف ازاي استخدم نيورال نتوركس، اعتقد ماكروز او حاجه مش فاهم. المهم خدت سكرين شوت من الاكسل اللي في الفيديو، يعني هو لاين اليوتيوب ظاهر تحت في هو السكرين ده شوت. لما سالك انت عملته قلت له لا ما عملتوش عشان اللي قبليك كانت قفش اه اه اه. وابدعك. جالي طبعا، انا شايف العيال اللي جايبه ابلكيشنز فظيعه بتطرد، وانا معايا سكرين شوت. فانا باصص كده، يا نهار اسود، ده انا هاكل علقه. دخلت، فهو احنا كان في تاتش بيني وبين الدكتور من قبل كده، ان هو ان هو فاكر كان. كان عمر هو الوحيد اللي بيصور البوردات يعني، والمفروض يبعتها لنا وكده. فجاء قاعد يصور اول اسبوع، تاني اسبوع فالدكتور بيقول لي يا ابني ابعت للعيال. قال له حاضر يا ابني. يصور تالت اسبوع يا ابني ابعت للعيال الميد ترم داخل. حاضر يا ابني. طب يا ابني الماتيريال فين يا ابني. اللي عمل الجروب عمله قبل المحاضره بنص ساعه. اللي الجروب اللي انا المفروض ابعت فيه الصور. فانا دخلت، الدكتور يقول لي انت بعت الصور على الجروب؟ بقول له لا. فبيقول لي ليه؟ فانا مش هينفع اسلم الواد اللي لسه عامل الجروب. فقلت له نسيت. قال لي انت متراخي. انا ضايقتني قوي الكلمه دي لان انت انا مش متراخي فاهمها. فعلا. بيقول لي انت متراخي، ايه التراخي اللي انت فيه ده، مش عارف ايه. وانا تقبلتها يعني عادي. بصدر انا فعلا رحب. متراخي اه. خد بالك بس دخلت ما كانش ينفع حد يتكلم معايا برضه يعني. اه دخلت بقى البرزنتيشن.
بعرف نفسي انا عمر. راح قال لي هو انت عمر اللي انا قلت له يا يبعت متراخي. الصور وما بعتهاش؟ قلت له ايوه يا دكتور فعلا انا عمر ده وانا بكرر اعتذاري مش عارف إيه. قال لي طيب اما نشوف اتفضل. قعدت اتكلم وهو سايبني لحد ما قال لي عمر انا عارف الكلام ده كله وريني الابلكيشن. قمت وري له صورة الاكسل. راح بص لي كده قال لي هو ده بس؟ قلت له ده بس. راح قال لي انت اللي هو عملته. كان هو كان طيب معايا مش عارف ليه. قال لي انت اللي عامل الاكسل ده؟ قلت له لا بس انا ممكن اجي واعمله بكره. اجي لحضرتك واعمله. طبعا انا لو بعد 100 سنه ما كنتش عارف اجي بكره اعمله بس كان لسه الواد اللي قبلي متخيط. قال له انا اللي عامله. راح قال له تعالى لي دلوقتي انا في الجامعه يوم الجمعه. الساعه 8 بالليل. اه كنا البرزنتيشن كانت اونلاين. تعالى لي دلوقتي يوم الجمعه الساعه 8 بالليل انا في الجامعه اعمله قدامي. وكان جايب له واحد اسمه ايه تايكو. تايكون. فانا طبعا ما كنتش عايز اقابل تايكون ده يعني كان شكله اسمه مرعب اصلا فاروح اعمل بروجكت انا ما اعرفش عنه حاجه. اصلا المعيده ساعتها قعدت تحايل على الدكتور، يا دكتور هو ساكن بعيد، طب خليه يجي تاني يوم. الواد لما انا قابلته اصلا قال لي انا رحت للدكتور من الساعه 11 الصبح، فضلت قاعد معاه لحد 8 بالليل انا وتايكو عمالين شغالين. انا نفسي اشوف شكل تايكون ده. انا مش عايز اشوفه. شكله مرعب. انا مش عايز اشوفه والله. الحمد لله إن احنا بنتخرج. اه والله ممكن الحلقه دي تتذاع بعد الظهر. احنا ما جبناش اسامي اي حد. الحمد لله ما عدا هو تايكو. ما عدا تايكون يا نهار ابيض. تايكون ده يعني ان شاء الله ممكن اكيد يبقى اسمه اسمه بيب. مستعاري. اكيد. اكيد اسمه مستعار. زي انا جيس. جيس ما اسمهاش جيس. على فكره هو انت يعني قانونيا حتى لو مش هيحصل لنا حاجه الدكتور ممكن يعمل لنا حاجه قانونيا الحلقه دي انا مش موافق عليها. واي حاجه اتقال انا مش عايز الحلقه تنزل. قضيه تشهير. انت هتعمل لي قضيه قضيه تشهير؟ تشهير. انت مين في المجتمع عشان تعمل لي قضيه قضيه تشهير؟ تشهير بقول لك. ماشي. كمل. طيب انت ايه اول ماده ايه المواد اللي شلتها عامه؟ انت قلت لي اول ماده شلتها كالكولس 1. ايه المواد اللي شلتها؟ انا عامه في الكليه بكل هدوء انا المواد كلها عندي دي. انا بعدي بدي. انت لو بصيت على شهاده التقديرات عندي انا هي ماده واحده بس اللي ايه الماني. غير كده بي بلس اعلى حاجه، انا خلاص كنت البقاء جايب بي لله. بلس بمجهودي. كنت جايب ايوه ايه حقيقي؟ بي بلس. بمجهودك. كنت جايب بي بلس بمجهودك. بمجهوده دي الماده الوحيده اللي ايه الباقي كله بي بلس اعلى حاجه. ودي هات بقى انا كنت بتفاخر بالدي لان كان في واحد قال لي نصيحه حلوه جدا. قال لي خد بالك ان الدي دي احسن من اي بلس. قلت له ازاي يعني؟ قال لي معنى انك تجيب اي بلس ان الماده سهله قوي، انما ان انت تجيب دي فمعناها ان الجامعه عايزه توقعك، لكن انت ما وقعتش، انت جبت دي. هدف في الدقيقه 90. انت ما وقعتش، انت ما جبتش اف، انت جبت الدي. عامه فرحتها بتكون احلى من الايه. جدا. اللي هو انا الحمد لله عديت. اه والله. تنزل بقى انت كده مبسوط وسط اصحابك، انا عديت يا رجاله. ما حدش يسالك انت عملت ايه، انا عديت، ما تسالنيش. طبعا الساده المشاهدين يقدروا يستنتجوا الجي بي اي بتاعه اللي هو ما قالوش بعد كل الدقيقات ماشي. اللي حكاها دي. تمام. ماشي. بس عامة يعني عادي حصل خير. اصل انا خلاص كنت خربت الجي بي اف في اعدادي هندسة واول سنة كلية. عامة اللي بيعمل كده اللي انت لو انت خربته في اعدادي هندسة اول سنة كلية تقدر تلمه عادي جدا. انا بس اللي كنت طالب بس ما تشطحش بطموحك. يعني كون ان انت تبقى طالب بقى 3.5 والحاجات دي مش وانت هتوصل كنت في للدرجة دي. مرحلة ألم السنون ما صعب. مش الدرجة دي، بس اتليست هتبقى خريج جي بي اي كويس. 2.8 ممكن هتلضم في ممكن توصل لل 2.9. 3 لو انت فاجر. هتحكها فيها شوية. اه. انما تقول لي بقى 3 ونص وانا اصلا جيت اول اعدادي هندسة واول سنة قسم، لا طبعا مم. مستحيل. خلينا ناس واقعية ومنطقية. فاهمني؟ اول جي بي اي بس ليك في الجامعة كام؟ اول جي بي بعد الترم الاول انا كنت خارج شايل الفيزيكس 1، فانا كان 1.77 اوكي. بكل امانه. كنت هاف لود. فجت الكليه انا ما كنتش اعرف ايه هاف لود ده، بس اكتشفت ان انت ما بتختار مواد اقل من المواد اللي اصحابي بيختاروا. فانا اوكي. كده اقل من مريح اصحابي. رضا قشطة. عادي بس استيل اقل من اصحابي، كنت متضايق وانا اقل من اصحابي. ف جيت الحمد لله ترم كورونا كان الترم التاني على طول. انا خريج، انا دفعه 2019 فكان ترم كورونا يعني. فجي ترم كورونا تاني ترم قال لك كل اللي شال ماده لو خدها وعداها الجي بي بتاعها كأنه اتمسح ويترفع له تاني على طول. فقمت رايح معدي التو، قلت الحمد لله خلصت، احنا نركز بقى من هنا. نركز. رحت شايل ماده بعدها تاني على طول. بعد الترم التاني قمت شايل ماده. شلت ايه؟ شلت ساعتها ايه الجبرا باين او لينير. اه حقك. لينير. حقك انا شلت اول. شلت لينير. لكن انا عايز اقول لكل طالب اعمل تظلم وما تيأس وسيبك من اي واحد يقول لك ما تعملش تظلم. انا عملت تظلم وعديت. امم. فعادي جدا لو انت شلت ماده وانت واثق انك معدي، انا ما كنتش واثق بس انا كان عندي امل في ربنا وامي كانت داعيه لي فعديتها عادي جدا. واليوم ده كنت رايح حتى جايب لجدي وجدتي اكل من بره وبتاع مروق عليهم، فسبحان ربنا الحمد لله. انا
اول ترم ليا انا جبت 1.64. اه والله. يعني كانت حاجه مأساويه جدا. كنت اصحابي الاتنين اللي حواليا كانت واحده وواحد كانوا هما اصدقاء يعني في الجامعه. فصاحبي صديقي جاب 2.7. انا هم قالوا لي على الجي بي اي بتاعهم قبل ما اشوف الجي بي اي بتاعي. فهم واحد جاب 2.7 ما شاء الله. والتانية كانت بتعيط عشان هتسقط statics، جابت 2.3. آه، فانا لقيت ان اوكي 2.7 2.3 ان انا هجيب كام يعني 2.5. انا ممكن ما عمري ما عيطت عشان اسقط، انا سقطت بس ما عيطتش فجايز هي ما سقطتش، هي بس عيطت وانا اللي انت سقطت. اصلا شلت الترم ده؟ اه introduction to linear. ش... ما شلت. شاء الله، من اه اولها كده بدايه اه المسات. يس. اديني. فتحت الجي بي اي لقيت 1.64. ففضلت مصدوم لانها بالنسبه لي هي اكيد مش دي. انا كنت فاكر ايه بقى ان احنا نزلوا لنا شويه درجات تمام وده الجي بي اي بتاعهم والباقي جاي في الطموح. الطريق. اقسم بالله ده كان اعتقادي فعلا ان احنا اوكي ده الجي بي اي بتاع شويه درجات والباقي لسه بيتحسب وهيتحط. يعني هي اكيد مش 1.64، اكيد انا مش جايب 1.64. طلعت جايب 1.64. شلت انتروداكشن تو لينير وبعدها بسنه بالظبط شلت لينير. انا عندي مشكله مع العيله دي، ما اعرفش ما ليه، شاء الله عليك. اللينير والجبر وكده. المسات عامه كانت عامله لي ازمه كبيره جدا جدا، برغم ان انا كنت دحيح في ثانويه عامه مسات. تدخل الجامعه البقاء لله. دي حقيقة. لا فعلا الماثات انا كنت فاكر ان انا كويس في الماث لحد فعلا ما دخلت الجامعة واكتشفت ان انا ما اسواش تعريفة في الماث. مم. وانا كنت امريكان وبتوع الامريكان بياخدوا امتحان سات. هم بيقولوا ان هو صعب، بيقولوا ان هو سهل، بس انا بقول لكم ان هو امتحان بروبلم سولفينج وكريتيكال ثينكينج. ده يعني اي كلام طبعا، بتوع الامريكان ما بياخدوش اي مناهج اصلا، بتوع ثانويه عامه يقدروا يدوهم بالجزمه. يا جماعة انتوا لو بتقيسوا الصعوبة بالمناهج فماشي اوكي، الثانوية عامة اصعب، ولكن لو هتقيس الصعوبة بان انت هتشوف اسئلة عمرك مش شفتها في حياتك المفروض تحلها في وقت قليل جدا. علميا الوقت كل دقيقة، يعني المفروض في الدقيقة تحل مسألة ونص، فاهم؟ هو ده الريشيو. ف عيب اللي انت عملته. المفروض في كمل. الدقيقة تحل مسألة ونص، يبقى انا مطلوب مني ان انا ومسألة اول مرة اشوفها. فالموضوع محتاج ايه؟ سرعة. والا كان كل الناس دخلوا هندسة لو الموضوع سهل، صح؟ اساسي. بس في ناس خيشت وناس ما خيشتش. فانا كنت فاكر ان انا جامد في الماث عشان أنا كنت بحل الحاجات البروبلم سولفينج في وقت قليل جدا وجبت مجموع عالي. دخلت شفت الماث اللي بجد، والشباب بتوع ثانويه عامه كانوا طبعا واخدين الماث ده قبل كده واخدين استاتيكا قبل كده. انا بالنسبه لي استاتيكا ده يعني ايه؟ في حاجه اسمها زيت بلين بيطلع فيه السهم، انا كان بالنسبه لي ده يعني طلاسم. انا بشوف كلام سحر. فطبعا كان كله اعجاز علمي بالنسبه لي، والعيال كانت بتعدي ميه وانا كنت ممسوح بوشي عامة انا كنت الاسفلت بحب يعني. الجروب بتاعكم قوي. يعني في اعدادي احنا كان كنا كيرف. جروب اي جي وامريكان بيوقعوا كيرف المواد، يا صباح الدلع. ايوه جميل جدا. تلاقي نفسك اصلا مفشوخ وبتاع، هو مفشوخ اكتر منك، انت تعبان هو تعبان اكتر منك، انت عادي. احنا كنا كيرف. كان على طول في دكتور كده الله يمسيه بالخير اللي هو مسؤول عن كريدت، الله تعرفه؟ يمسيه بالخير. كان على طول بحبه بيجي. جدا على فكرة. ايه؟ بحبه جدا. وانا كمان بحبه والله بجد، يعني دمه خفيف. بيقعد يقول اه، لنا ومساعد. بيقعد يقول لنا انتوا الكيرف بتاع الجامعه. عامة ده يخرب لقب بيت يشرف الاحراج. يعني. احنا الكيرف بتاع الجامعه. يقول لنا بصوا شوفوا انتوا هتجيبوا كام، تمام، واعرفوا ان يعني هنظبطها عليكم يعني. اعلى واحد اقل واحد فيكم اللي هو هيسقط لو هنعليه عشان ينجح، فالباقي كله هيعلى نفس الليفل كده. يعني كنا احنا الكيرف بتاع الجامعه. ربنا يخليكم ليهم، والله العظيم انتوا انقذتونا في مواد كتير عامة. يا خدمة انتوا ولادنا برضو يعني.